مساء الحلويات. النهارده فيديو مختلف هنعمل فيه حاجه كلنا بنحبها. هنعمل كفته، ومش اي كفته، كفته عشان نفرح حبايبنا. معايا هنا 10 كيلو لحمه مفرومه، وبما ان انا ايدي وجعاني ومش هقدر اعجنهم كلهم او اعمل، فانا هستعين بعماد وعامله تحدي معاه ان هو مش هينطق طول الفيديو هو بس جاي يساعدني النهارده لان ده 10 في الكيلو وكميه كبيره، ولو اتكلم في خلال الفيديو هنحط له عقاب. انا بس هقول له حط كذا واعمل كذا وهو هيعمل. ماشي؟ متفقين يا عماد؟ انت مش هترد؟ لما نشوفه هيفضل صامت لغايه امتى. معانا دول 10 كيلو لحمه، تعالوا نحط باقي الاضافات. وعلى فكره هكتب لكم مكونات كيلو لحمه واحد، وهكتب لكم برضو مكونات الكيلو، هقول لكم عمل معايا قد ايه. تعالوا دلوقتي معانا هنا 10 كيلو لحمه مفرومه. عماد لبس الجلافز، هات لنا بقى اللي هي الضاني يا عماد. دول كيلو ونص ليا ضاني وانا فرماهم ناعم يا عماد. شكرا شكرا. نوزعهم كده. دول حوالي 3 كيلو ونص بصل، لكل كيلو لحمه بنحط بصلتين. شكرا يا عمده. عماد ما تبهدلناش الدنيا انا هحاول اتنمر عليه عشان خاطر يتكلم. وانا هحط لهم نص كيلو فول صويا عشان انا عايزه ازود الكميه، بس تقدروا تستغنوا عنها. وانا الفول الصويا نقعته وبعد كده ضربته في الكبه وصفيته كويس جدا. بصوا مفروم ناعم. تقريبا احنا هنحتاج طبق تاني. دول 20 معلقه كبيره نشا. الكيلو بنحط له معلقتين كبار نشا. ايه يا عماد؟ يا عماد انت بتبهدل لنا الدنيا يا عماد. يا عماد بهدلت لنا الدنيا. صامت؟ اوكي ماشي. معانا 20 معلقه دقيق. الكيلو بنحط معلقتين كبار. بس يا عماد 20 معلقه ملح صغيره. دول 20 معلقه ملح صغيره. يا عماد انت كمان هتوزعهم؟ انت اللي هتقلب طبعا، فعشان كده ايه، عايش حياته. انت بهدلت لي الرخام، انا الرخامه ما بتبقاش كده مش نظيفه. ماشي. دول 10 معالق صغيرين بهارات لحمه. دول 10 معالق صغيرين فلفل اسود، ولازم الفلفل الاسود نكون جارشينه طازه، هيدينا نكهه فظيعه. وهحط معلقتين صغيرين جوز الطيب مبشور ناعم، معلقتين صغيرين. ودول 10 معالق صغيره بيكنج باودر. عماد انت بهدلت الدنيا والله، بأمانة بهدلت الدنيا. ومعانا هنا حوالي 6 ربط بقدونس، حطهم كده. وريهم كده ميه البصل يا عماد. دي ميه البصل واحنا حطينا التفل. الميه دي انا مش هرميها، انا حطيت لها رشه ملح ورشه فلفل، وهاخد نصها احطها في الفريزر لاي تتبيله فراخ او لحمه، والباقي هخليه عشان نصبع بيه الكفته. وبعد كده هنعجنها كويس جدا. بصوا يا جماعه، لو حسيت الموضوع العجن ده صعب تقدروا تحطوها في الكبه او في العجان براحتكم، بس انا هعذب عماد شويه. هنروح نعجنهم ونرجع لكم. يا دي بنتي ساعة أصلا أنت بتستهزري والله. قلب شوية. حاضر. يلا. ما أنت اعمل لنا فرح وأنا اللي هساعدك وأنا اللي هعملهم. أنت بتقلبي البتاع ده إزاي؟ قلب يا عماد. ما خلاص اطلعت عادي. لا قلب. وده شكل الكفتة بتاعتنا بعد ما اتعجنت كويس جدا. عماد طبعا قال لي هيعجنها وفي الآخر عجنتها في العجان. بصوا أهم حاجة تبقى الكفتة مشغتة. بصوا مشغتة إزاي؟ يعني تكون مسماها كويس عشان نعرف نصبحها. انا هروح احطها في التلاجة دلوقتي لمدة ليلة كاملة، يعني انا هصبحها تاني يوم. لكن لو انتم مستعجلين عليها تقدروا تحطوها في التلاجة ساعة لساعتين وبعد كده تبداوا تصبعوا فيها. بس انا بحبها تسمخ وبحبها تستريح كويس جدا عشان تبقى تاخد من طعم التوابل وكمان تديني طعم حلو. فدلوقتي هروح احطها في اكياس وادخلها التلاجة، وبكره ان شاء الله نصبحها سوا. دلوقتي يلا نجهز ميه البصل اللي هنصبع بيها الكفته. معايا هنا ميه البصل، وميه البصل على فكره انا ما استخدمتهاش كلها، انا اخدت نصها والنص التاني حطيت له ملح وفلفل وحطيتها في الفريزر لاي تتبيله لحوم. فتعالوا بقى نص كميه ميه البصل دي هعمل فيها ايه. هحط معلقه كبيره سكر او عسل براحتكم، وهحط معلقه كبيره بابريكا، ومعلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره فلفل اسود، ونص كوبايه زيت. ده بيساعدني جدا في التصبيع وكمان بيدي طعم حلو لصوابع الكفته بتاعتي. وهقلبها كويس جدا.
بصوا معايا بعد ما احنا قلبنا الصوص اللي احنا هنصبع بيه، بصوا الكفته انا طبعا حطيتها في اكياس وسبتها في التلاجة تتشمع ليله كامله. فيلا بقى هفتح كيس كيس معاكم. انا كنت هحطهم في علب، فعماد رجع قال لي وتحطي في علب وفي الاخر نقعد نغسل العلب نحطهم في اكياس. ودي النتيجه اللي انا عايزه اوصل لها. انا بحب اعملها دايما قبلها بيوم واحطها في التلاجة عشان تشمع معايا. شكل الجلافز هيضايقني وهقلع. هنجيب صينيه بقى حلوه كده. بصوا يا جماعه احنا هنعملها وزن على حسب، يعني ايه، احنا بنوزن الكفته كلها وبنعمل ميزان. انا بعملها على 65 70. بناخد من الميه كده اهي ونبدا نصبع. بصوا باينه يا عماد؟ باينه كده كده، شويه باينه هناك. بصوا اهي، بصوا اهي، ونروح لفينها كده بالشكل الحلو ده ونروح حاطينها. وطبعا الصينيه انا دهنها زيت. هروح اصبع كل الكميه وارجع لكم. وده شكل الكفته بتاعتنا بعد ما احنا صبعنا جزء كبير منها. دلوقتي بقى هنبدا نسويها. هحطها في فرن تكون سخنه قبلها بربع ساعه، وهحطها على اعلى درجه حراره. اول 5 دقايق من التسويه هنحطها في الرف الاخير عشان انا عايزاها تتشمع بسرعه. وبعد 5 دقايق من التسويه بنطلعها ونقلبها، وبعد كده بنحطها في الرف اللي في النص ونسيبها لغايه لما تكمل التسويه بتاعتها. وده شكل الكفته بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. مش عايزه اقول لكم ريحتها خطيره قوي وشكلها حلو جدا. شايفين وانا بقطع الكفته التسميغه اللي فيها زي كفته الحاتي واحلى كمان. وطبعا هسيب لكم المكونات والاعداد بالظبط تحت في صندوق الوصف. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وكمان ما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك والتيك توك باسم نرمين صبري. اشوفكم على الف خير. دي كواليس الكفته اللي المفروض ان هي يعني كانت ان انا اللي هعجنها، بس انا طبعا ما عجنتهاش وما قعدتش صامت، فنرمين سلمت وراحت جابت العجان. لا هي صعبه، هي صعبه. انت ايه؟ انت كاتب فيديو؟ لا هي اسجل لك فيديو عشان احط في اخر الفيديو كواليس. في اخر اللي يعتمد على الرجاله. ايوه معلش ايوه